ما كنتش متوقع ان الاستاذ رجائي عطيه يبقى كده يعني عنده الحقيقه سعه الصدر و يعني يغير من القرار اللي كان واخده بعدم الظهور وجها لوجه مع خصمه. استاذ معتز مش وجها لوجه المرشح. لا انا ماي بوينت اوف فيو الاستاذ سامح عاشور لا يوجد حوار بيني وبينه، انما انت عاوز نحاول ماشي مش وجها لوجه. انا ما بخافش من وجه لوجه خالص. ما بتخافش. انا ده انا بقول كلمه يعني ده انا برحب بسعه صدرك. وبعدين دلوقتي حضرتك بتعمل عايز اقول ايه للمشاهد، بترسخ له ثقافه جديده ان احنا ممكن نكون مختلفين بس ممكن نقعد ونتحاور. وعلى فكره عايز اقول للاستاذ سامح عاشور الحقيقه يعني يا استاذ رجائي ما تاخدش كلامي بحساسيه، ما كانش عنده مانع من الوهله الاولى انه يظهر مع حضرتك. هذا غير صحيح. لا ده هو ده انا بقول لك انا عارف الناس اكتر منك. ماشي على كل حال. اول ما قلت لك اوباما وماكين خش على اللي انت عاوز تحاور فيها. ماشي استاذ رجائي راجل طيب وانا بشكره وبشكر الاستاذ سامح عاشور. عموما دي اول مناظره تحصل ما بين شخصيتين مهمين جدا بالنسبه ل يعني نقول ايه مجال المحاماه في مصر، وهم ناس من المخضرمين والمحنكين. استاذ سامح عاشور هو كان نقيب المحامين المصريين من سنة 2001 لغاية سنة 2008 ومرشح حالي لمنصب النقيب. وايضا الاستاذ رجائي عطية مين ما يعرفوش، وهو الكاتب والمفكر والمحامي ومرشح لمنصب النقيب ايضا في الايام دي برضو نقيب المحامين. عارفين احنا ان نقابه المحامين انتخاباتها كان المفروض انها تجرى في 18 يناير 2009 اللي هو النهارده قبل الساعه 12 بالليل طبعا، بس تم صدور حكم من محكمه القضاء الاداري بالتاجيل، وده بيحط بالوقف وده بيضع نقابه المحامين المصريين في علامه استفهام كبيره، وزي ما بيقولوا فوق صفيح ساخن. من ضمن الناس اللي مرشحه نفسها بس للتذكره مش اكتر الاستاذ طلعت السادات، استاذ منتصر الزيات، استاذ حمدي خليفه، وكان الاستاذ مرتضى منصور مرشح نفسه بس تنازل وايد الاستاذ رجائي عطيه. استاذ سامح عاشور دورك انك ترد في كلام كتير جدا اتقال، اعتقد انك انت كنت متابعه، و يعني مثلا من ضمن الكلام يا ريتك حضرتك ترد على مساله ما قيل ان في امور كتير جدا بتخضع للاستاذ رجائي. قال ان هو تزوير، قال لا كلام الانتخابات اللي حصلت ونجحت فيها ضده قبل كده كانت الحقيقه غير نزيهه. احنا الاول اتفضل. بسجل احتجاجي على استخدام الاستاذ رجائي لبعض الالفاظ التي لا اقبلها. مساله استعباط انا مش سامع والله. دي مسائل يعني ارجو ان احنا نرتفع فوق مستوى. وانا عملت الموقع اللي احنا بنسعى اليه. انا انبت عنك عشان حضرتك ما كنتش موجود. التعقيبات دي مرفوضه شكلا الموضوع. هنتكلم اللي انت عاوز تقوله. لا تعقب عليا استاذ رجائي. يا استاذ معتز لا تعقب عليا. طب ايه انا بيني وبينه 20 سنه. ايه رايك لا يعقب عليا. ايه رايك اللي عاوز يقوله. ايه رايك نرسي مبدا اللي يقول ان احنا ايه رايك لا هو ما قالش لا نرسي مبدا. هو يرتفع. نرسي مبدا. نرسي مبدا. انا اللي بجري الحوار. من فضلك خليني ادي واجبي. لا من فضلك خليني ادي واجبي. انا تحفظت قبليك. هو الاستاذ الحقيقه رجائي كان عنده المرونه وقال مساله بدل كلمه استعباط استخدم مفرد تاني، فحضرتك تمام اتفضل. فمجمل هذه الالفاظ غير مقبوله على الاطلاق، لا في حوار على الهواء ولا غيره ولا تصرفاتك كلها مقبوله. تمام. الحقيقه يعني ان تنكر انه الشمس طلعت النهارده الصبح وغربت مع الغروب انت حر. تمام. لكن هذا لا يغير من الواقع في شيء. ما حدث في 2001 انتخابات جرت على مرأى ومسمع من كل الدنيا، دعم الدولة بكل أجهزتها ودعم الإخوان المسلمين بكل أجهزتهم للأستاذ رجائي كان علني. 2 كان مصحوب بتعيينه عضو في مجلس الشورى، وهو حتى الآن معين في مجلس الشورى على فكرة يعني، ومعين يعني مش معينينه في باعتباره زعيم معارضة، معينينه باعتباره إنه هو منهم يعني. في اكثر من دوره. شفت بقى يا استاذ معتز؟ هترد؟ لا هترد. بص يا استاذ معتز، انا هترد. انا بص يا استاذ معتز، انا هذا سبب اعتراضي. انا لا احب التطاول ولا احب الكذب ولا احب الاسفاف ولا احب اللغو. خلاص انا قلت لك
هذا بني ادم انا ما اتكلمش معاه، لان معلش انا لا انت بتتكلم معايا، انا كان كلامي مع حضرتك واضح. لا يا فندم، لا يا فندم، فين الديمقراطيه؟ دي مش ديمقراطيه، دي اسمها تطاول، دي اسمها تطاول. مش هينفع كده. لا ما هو حضرتك هو عارف هو بيعمل ايه. معلش انا مش هينفع كده يا استاذ معتز، مش هنردح لبعض. لا هنقعد نردح لبعض. انت عاوز تعمل ممكن تتحلى بالصبر. لا مش صبر لا انا لا اقبل اطلاقا ان واحد يقول على هذا الكلام. ليه ده انا اشرف اي حته تعين فيها. طب ما انا عضو مجمع بحوث اسلاميه بالانتخاب، عمل ثوره ليه في العربي الناصري بالانتخاب؟ عمل ثوره ليه؟ ضايقته قوي ليه ان الرجاء عطيه انتخب عضو مجمع بحوث اسلاميه؟ وهو مجلس الشورى ما هو فيه 200 واحد متعين. مظبوط. انا اشرف اي حته تعين فيها. مظبوط. وبعدين انا معروف انا بكتب ايه، ومعروف خط سيري ايه، ومعروف كتبي ايه، ومعروف فكري ايه، ومعروف مناضلتي شكلها ايه، ما ببيعش على 100 حد، واحنا كلنا بنقدرك. طيب لا معلش يبقى يلتزم حده. تمام، يلتزم حده. تمام. طب لا هو دي طريقه مش هينفع. ما انا قلت كده. ما عدوا ليه طيب كده؟ انا قلت كده. انا قلت كده. لا ما يصحش. انت هتجيب واحد صغير يتطول عليه. لا صغير. لا لحظه واحده. لا صغير. لما تقول كلام تبقى صغير. استاذ رجائي، استاذ رجائي، لا هتبقى صغير. انت فعلا صغير. مش هينفع الكلام ده يا استاذ رجائي. تعالى انت تعرف تتكلم مين؟ تعالى نبعت رساله للناس ان احنا نعرف نتحاور. لا انا بص يا استاذ معتز، ما تفقدش اعصابك يا استاذ رجائي. مش هينفع. انا ما بفقدش. لا يوجد اي مبرر يخلي انا اسمح لاي حد يتطاول عليا. خلاص انا عارف حجمه، عارف حجمه. ممكن تركب المايك بعد اذنك؟ لا ده مستوى. انا عايز طب خلاص احنا على الهوا يا جماعه. معلش شكلنا مش حلو. انا ما اقدرش ارد عليه بالمستوى ده. انا ما اقدرش اتعامل معاه. حضرتك ثانيه ثانيه استاذ رجائي. لا انت خدت الوقت بتاعك كده يا استاذ معتز. التزم الهدوء، التزم الهدوء. مش التزم الهدوء. ما هو ما تلطشنيش قلم وتقول لي عشان خاطر الطشك قلم ازاي؟ مش انت ده انا ايه يقول جمله يقول انه عضو مجلس الشورى عشان بتاعهم. طب ما حضرتك من شويه قلت استقبال. يرد على اللي هو بيعمله دلوقتي في الحزب الوطني. طيب ما يرد على الفلوس اللي بتدفع، ما يرد على الندوات اللي بتتعمل له، ما يرد على اللي قاله سيد الفار، ما يقول على بيبي احمد عز، ما يقول الكلام ده. طب ما تديله، ما نقول 2001 انا عضو مجلس الشورى بالتعيين. ما تديله فرصه. ايه فرصه ايه؟ ادينا فرصه يرد. بص يا استاذ، ادينا فرصه يرد. يا استاذ معتز، احنا جايين النهارده نتكلم في نقطتين. من الذي ياخذ النقابه الى الحراسه وتسبب للتزوير؟ ده الموضوع. ماشي، ده موضوعنا النهارده. ممكن يا استاذ رجائي هدي نفسك يا استاذ رجائي لو سمحت، علشان في الاخر عندك متلقي قاعد بيتفرج، عايزينه يستفيد. استاذ سامح لو سمحت من فضلك حاول ركب الميكروفون وحاول ترد. انا هرد طبعا بطريقه موضوعيه عشان خاطر انا ما خرجتش بتكلم. معلش خليك. انا بقول وانا تعين لانه زعيم معارضه ولا تعين لانه عايزينه تعين؟ طب خلاص بغض النظر خش بقى في الموضوع. خش في الموضوع. انت زعيم الحزب الوطني. زعيم معارضه الامر انت صدقت نفسك ده زعيم معارضه. تمام. انت زعيم الحزب الوطني وداير مع الحزب الوطني في كل حته. خلاص. ويدفعوا لك فلوس. انت ليه محتقر؟ بيدفعوا لك رشاوي. محتقر ليه كده؟ بيدفعوا لك رشاوي للمحامين. ده تجاوز لحدود هو كده اللي حاصل كده. تجاوز حدود اللياقه والادب ما ينفعش كده. زي معارضه كبير في السن ما ينفعش يا استاذ سامح. ده كلام يضحك والله. انت كبير في السن. والله انا كبير في السن غصب عنك طبعا. ما يصحش كده. ما يصحش الكلام ده فيه زعيم معارضه. مين زعيم معارضه؟ هو يا جماعه اهدوا. ما ينفعش المستوى ده من يا استاذ سامح ما ينفعش ده. اتكلم معايا ممكن. طب اتكلم معايا. انت بتتكلم معايا. انا بتكلم معاك وانا اتكلمت معاك. انا بتكلم مع سيادتك وبعلق على اللي قاله يا استاذ رجائي. وانت معادونا كده يعني يقعد كل ما اقول جمله يطلع فيها مش هينفع. ممكن ما تقاطعش لمده دقيقه. يتكلم على حاله هو. لا اله الا الله. مش هينفع يا استاذ. انا انت لا اسمع. انا هقعد اسمع. لا ما تقعدش تسمع. انا ما كنتش نقيب محامين. صح مظبوط. انا ما كنتش نقيب محامين. هو حضرتك عايز تنفرد بالحوار؟ ده برنامج من الطرفين لازم اسمعه. كويس. موضوع الحوار الحكم ومن الذي يدخل النقابه في النفق المصري، وهنتكلم في الموضوع ده. انتخابات من غير تزوير ولا بتزوير. طيب بس استاذ سامي. لا ما انا سمحت انا ارد على اللي اتقال. لا في حاجه اسمها انه يحدد حق الرد مكفول طبعا. اتفضل رد. وانا بتكلم. طب حضرتك ادخل في الموضوع. بنبدا في 2001. تمام. ما بنبدا من ساعه ما قال اتزور لي في 2001. تمام. طيب مش بقول له اتزور ازاي اذا كان هو عضو حزب وطني وعوين في مجلس الشورى ووقفت معاه كل تمام. هذا كذب. هل انت زورت؟ هذا كذب. انا لست عضوا في الحزب الوطني ولم ادخل الحزب الوطني في اي يوم من الايام، لا منذ ولدت والى ان اموت. حلو قوي. هو في مشكله ان الواحد يبقى عضو في الحزب الوطني؟ انا مش حزب وطني. انا فاهم. لو كنت فيه لقلت. تمام. انا لو كنت في الحزب الوطني لقلت.